5 مخلوقات محرم عليك قتلها حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم. احذر لا تكون من أهل النار. هناك مخلوقات يحرم قتلها، ويرجع ذلك إما لفائدة بعضها والآخر للتميز في خلقته وما له من فضل. وسنعرض تلك المخلوقات التي لا يجوز قتلها، حيث ورد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم قتلها أو إلحاق الأذى بها. ولكن قبل البدء ادعمونا بإعجاب لمعرفة عدد الأشخاص المهتمون بهذه النوعية من الفيديوهات. أولا، النمل، وهو مخلوق يعد من الحشرات الاجتماعية، ويوجد منه أكثر من 10,000 نوع. وقد ظهر النمل منذ القدم، وبحسب المختصين فقد عاش النمل في عصر الديناصورات، فهو موجود على الأرض منذ 95 مليون سنة، ويعيش في مستعمرات، وله ملكة واحدة. وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في قصة سيدنا سليمان عليه السلام حين جاء على وادي النمل، وهو في الغالب غير مؤذي. وكذلك له فوائد بالتوازن البيئي، لأنه يقوم بقتل والتخلص بعدد كبير من القوارض المؤذية للإنسان، وربما هذا سبب تحريم قتله، وإنه غير مؤذي، فلا توجد حكمة أو فائدة من قتل النمل إلا العبث، وقتل أي مخلوق عبثا محرم في شريعتنا الإسلامية. تلقى الأزهر الشريف سؤالا يقول: ما حكم من قتل النمل وهو محرم؟ أجابت عنه أمانة الفتوى بالأزهر قائلة: إن ذلك لا يؤثر على صحة حجه ولا يتوجب عليه أي جزاء. ثانيا، النحل، وهو من الحشرات الاجتماعية، يوجد منه ما يقرب من 20,000 نوع، يتوزع على جميع قارات العالم. وما يميز النحل إنه ينتج العسل الذي فيه شفاء للناس كما جاء في القرآن الكريم، وكذلك مساهمته في تلقيح النباتات والأزهار مما يعود بالنفع على الحياة، وهذه أسباب كافية لجعل قتله محرم شرعا. كذلك قد يقول بعض الناس إنه يلسع، وهنا نذكر لكم بعض النتائج للأبحاث العلمية تفيد أن لسعة النحل تعالج عدة أمراض، مع إنها مؤلمة ولكنها ليست مؤذية إلى حد كبير. ثالثا، الهدهد. الهدهد من الطيور الملونة جميلة المنظر، ولها فوق رأسها تاج جميل أيضا له أجنحة كبيرة تمكنه من قطع مسافات طويلة، وقد تصل سرعة طيرانه إلى 40 كيلومترا في الساعة. وقصته مع نبي الله سليمان معروفة حين تفقده فلم يجده، وكان في رحلة من فلسطين إلى سبأ في اليمن، ليعود الهدهد إلى سليمان عليه السلام بنبأ عظيم عن قوم تحكمهم امرأة يسجدون للشمس من دون الله، حتى كان سببا في إسلام مملكة كاملة. وربما هذا سبب تحريم قتله كرامة له بما صنع من دعوة وغيرة على دين الله، غير إنها من المخلوقات الغير مؤذية للإنسان، فيكون قتله عبثا، وقتل العبث محرم شرعا. رابعا، الصرد، وهو نوع من أنواع الطيور، يطلق عليه أيضا اسم الدكناش وأبو الريب. له منقار صغير، منقاره حاد وقوي، يمتاز بلونه الأبيض رمادي وأحيانا الأسود. وقد ذكر بعض المؤرخون أن العرب قديما كانت تتشائم من طائر الصرد فيقتلونه، ولما جاء الإسلام ونهى عن التشاؤم حرم قتله، لأن التشاؤم محرم في الإسلام، وكونه مخلوق غير مؤذي ويساهم في التوازن البيئي، ويخلصنا من عدد كبير من القوارض السامة بمنقاره الحاد، وربما من هنا جاء تحريم قتله. خامسا، الضفدع، والضفدع منهي عن قتله، فقد كان يرش الماء على النار التي قذف فيها النبي إبراهيم بأمر من النمرود، حتى تضرر الضفدع بالحرق بسبب الاقتراب من النار في محاولة إخمادها بالماء، وهو الحيوان الوحيد الذي أذن الله له بفعل ذلك. كما أن هناك سبب آخر لعدم جواز قتله، كون نقيق الضفدع تسبيح. سادسا، الصرصور، يجوز لمن قرصته البراغث والقمل أن يلقيها أو يقتلها. أما الصرصور وما يشابهه فليس مما أذن الشرع في قتله، لأنه ليس مما يؤذي الإنسان أذى كبير، لذلك لا يتوجب على الإنسان قتله، ولكن ليس في قتله جزاء، لأنه ليس بصيد، وينبغي لمن قتله أن يستغفر الله، والله أعلم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن قتل 4 من الدواب: النمل والنحل والهدهد والصرد، رواه أبو داود. والآن سنعرف الحيوانات التي يجوز قتلها في الإسلام. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع والفأر والكلب، العقور والحداية. والآن سنعرف 5 حيوانات يجوز لك قتلها حتى وإن كنت بالحج أو العمرة. قد لا يعرف الكثير من الناس أن هناك حيوانات أمرنا صلى الله عليه وسلم بقتلها حتى وإن كنت في أرض مكة عند بيت الله الحرام التي حرم فيها الصيد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحيوانات ال5 في حديثه، وفيما يلي نبذة عن هذه الحيوانات.
أولا الفأرة. الفئران هي من الثدييات الصغيرة التي تنتمي إلى القوارض، تمتاز بأن لها آذان صغيرة مدورة وذيل طويل عاري أو بلا شعر تقريبا. ومن أشهر أنواع الفئران الفأر المشترك، وهي معروفة في غزو المنازل الغذاء والمأوى أحيانا. قد تتساءل أخي الكريم لماذا نقتل الفئران وهي مجرد حيوانات مسكينة تعيش حياتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما عن هواه أو عشوائيا، وإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من بلد انتشرت فيها الطواعين والأمراض بسبب هذه الحيوانات، لذلك فهي من ضمن ما سماه حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالفواسق الخمس. ثانيا العقرب. هي إحدى الحيوانات المفصلية المفترسة، لديها 8 أرجل وهي مجزأة الذيل، تتراوح في حجمها من 9 إلى 20 سنتيمتر. وجميع أنواع العقارب معروفة بأنها تمتلك السم، وهو سريع المفعول، تستخدمه في المقام الأول لقتل أو شل فرائسها، كما إنها تستخدمه كوسيلة للدفاع ضد الحيوانات المفترسة. يوجد حوالي 1000 نوع معروف من العقارب، منهم فقط 25 لديهم السم القاتل للبشر. فقد أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بقتلهما حتى وإن كنا في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. لكن هنالك حالة خاصة بالنسبة للحية واجب الانتباه إليها، خاصة في المنازل القديمة، فقد يرى الإنسان ثعبانا أو حية في بيته، وهنا لا يجب قتلها مباشرة، لأنه يمكن أن يكون جن متشكل في شكل هذه الحية، لذلك يجب الحرص من هذا الأمر. ثالثا الحداية. الحداءة من الطيور الجارحة، تعيش في الأماكن الدافئة والريفية بالقرب من مصادر المياه، تتميز بالصبر القوي وتتغذى على الفئران والحمام والطيور والحيوانات الصغيرة الأخرى. وهو نوع من الطيور التي تصنف من فصيلة الصقور، ومن الفواسق الخمسة التي صنفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تعتبر في الإسلام من المؤذيات، وذكرت في عديد من الأحاديث الشريفة. انظر معي كيف أن هذه الطيور، طيور الحدأة، كيف أنها تحاول أن تقترب من النار وتأخذ بعض الأغصان المشتعلة ثم ترمي بها بعيدا، وتبقى هكذا حتى تقضي على المحصول أو تقضي على منطقة كبيرة من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل العقرب والفيسقة والحداء والغراب والكلب العقور. رابعا الوزغ. قتل الوزغ فيه فضل عظيم وحسنات لمن يقتلها، قد لا يعلم الإنسان لماذا، لكن في المستقبل قد يكتشف العلم أن تواجد هذا الحيوان في بيوت الناس قد يكون سببا في العديد من الأمراض، بل بعضها سام أصلا. دخلت امرأة على أمنا عائشة رضي الله عنها فوجدت عندها عصا معلقة، فسألت هذه المرأة أمنا عائشة عن هذه العصا: لماذا احتفظت بها هنا؟ فقالت أم المؤمنين: هذه نقتل بها الأوزاخ، بمعنى إذا رأينا وزغ قتلنا بهذه العصا. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، لأنه يقول أن الوزغ كان ينفخ على سيدنا إبراهيم، أي ينفخ ليشعل النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام. فمن أراد الحسنات ووجد وزغا في أي مكان فليسمي الله عز وجل وليجتهد بأول ضربة فله 100 حسنة، ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء. كلها أسباب جعلتها تصنف من بين الفواسق الخمس. خامسا الكلب العقور. من الحيوانات التي يجوز قتلها في الإسلام، وهو الكلب أو كل حيوان يعقر ويفترس ويجرح ويعض الإنسان، وكل ما ضر الناس في أنفسهم وأموالهم. يشمل كل ما يخيف الإنسان مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. إن نظرة الإسلام للحيوانات كلها رحمة وإنسانية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، أن الإسلام دين واقعي، فإن الإسلام أمر بدفع ضرر الحيوانات إذا كان مؤذي للإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم أحل قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويفترسهم، وأن يكون القتل رحيما للحيوان. سادسا الغراب الأبقع. هو جنس من الطيور والتي صنفها الرسول صلى الله عليه وسلم من الفواسق الخمس. والغراب الأبقع هو ذلك الغراب مختلط اللون، أي تجد فيه اللون الأسود وبه بقع بيضاء. الغراب هو أذكى الطيور وأمكرها على الإطلاق، ويعلل ذلك بأن الغراب يمتلك أكبر حجم لنصفي دماغ بالنسبة إلى حجم الجسم في كل الطيور المعروفة. الغراب هو جنس من الطيور المعروفة في كثير من أصقاع العالم، كما تتعدد أنواعه وأشكاله وفصائله. وإن غلب عليه اللون الأسود الذي يطلق عليه الغراب النوحي، يتميز الغراب بهيبة صوته الذي جعل الناس تتشائم من رؤيته أو سماع صوته، إضافة إلى لونه الأسود الشديد. والغراب تجذبه الأشياء اللامعة والملونة كثيرا، ويجد كثير من الناس في أعشاش الغربان قطع الصابون الملونة والأشياء المذهبة اللامعة. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.